طيب ده المسحب السعودي من البيك، وده المسحب المصري من بازوك، انما ده بقى المسحب السوري من ابو فارس السوري. التلاته بيقولوا ان هم احسن مسحب في الوطن العربي كله، بس السؤال دايما مين فيهم فعلا الاجمد؟ يلا بينا نشوف. وانا جاي من البيك وجبتين مسحب، واحده عاديه وواحده حاره، وده كده بقى شكل المسحب. الخلطه بتاعته جديده جدا على بقي، هو فراخ حقيقيه جدا. البريدنج اللي بره مختلف عن البريدنج اللي بيبقى بره الفراخ. فيلا بينا بقى نخش على السبايسي. سبايسي اكتر حاجه بسيطه يعني، بجد تجربه جديده جدا على البق. فيلا بينا بقى نخش على المسحب المصري بتاعنا من بازوكا. يلا بينا بقى نجرب المسحب العادي. ماشي، التتبيله مختلفه تماما. هنا التتبيله اقرب لتتبيله الفرايد تشيكن اللي احنا متعودين عليها، عكس التاني كان اقرب اللي هو عارف التوابل اللي هي بتبقى الكتير بتاعت السمك اللي بتظبط طعمه قوي، كان في السعودي اكتر. فيلا بينا بقى على المسحب السوري، وهنا تجربه وباكجينج مختلف تمام. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا يا جدعان، والله انا مش فاهم هو ايه اللي قدامي، بس هو مكتوب فعلا في الريسيت ان هو ده جايب مسحب، بس ايه ده؟ مش عارف.